اتفق مع مراته انهم يستثمروا فلوسهم ويشتروا ارض، كل واحد فيهم يدفع 150 الف جنيه. وفعلا شافوا الارض وعجبتهم وكتب العقود، بس هو كتب الارض باسم مراته. بعد شويه لقى واحد صاحبه بيكلمه بيقول له مبروك ان انت بنيت الارض بتاعتك. قال له لا انا لسه ما بنيتهاش. قال له لا انا شفتها، انا متاكد من مكانها، انت وريتها لي ان هي كانت جنب الارض بتاعتي. كلم مراته لقاها بتقول له لا انا ما اعرفش حاجه. راح هناك لقى فعلا عماره مبنيه من كذا دور، خبط على السكان قالوا له احنا بنأجرها من شخص اسمه كذا، طلع يبقى اخو مراته. راح لمراته وقال لها، قالت له ايوه الارض دي بتاعتي وباسمي واخويا ساعدني عشان ابنيها واجرها. قال لها طب ما انا كمان حاطط معاكي فلوس، طب وانا فلوسي؟ قالت له مالكش عندي حاجه. كلم اخوها قال له دي ارض اختي وانت مالكش حاجه فيها. راح واشتكى لواحد صاحبه كان محامي، المحامي قال له ما تقلقش انا هجيب لك حقك، ورفع قضيه وقدم للقاضي الورق اللي بيثبت الفلوس اللي هو حولها لمراته، وكسب القضيه ورجعت له فلوسه. ورفع قضيه تانية عشان تعويض للي حصل له، احتمال يكسب فيها تقريبا 1,000,000 جنيه. الظلم ظلمات في الدنيا وفي الاخره.